المهم جابوا الآنية الكانوبية وحطوها وعملوا عليها أشعة إكس، لقوا موجود في الآنية الكانوبية دي ضرس من ضروس الملكة حتشبسوت. وهنا بدأ طرف خيط في حل اللغز يجي بسرعة. زي حواس قال لهم احنا عايزين كل المومياوات اللي ملهاش هوية، علشان أكيد موميا منهم واقع منها ضرس، الضرس ده هنعرف منه مين هي الموميا بتاعت حتشبسوت، ولا كأنها الجزمة وسندريلا. وفعلا يجيبوا كل المومياوات ويشوفوا في بقهم الضروس لغاية ما يلاقوا جثة حتشبسوت. ولكن الغريب واللي طبعا غير متوقع ان هي كانت مرأة مائلة الى البدانة، وزي حواس هنا بيقول ان ده طبيعي لان دي من سمات العصر ده من جمال. وكمان لقوا ان هي كان عندها لوكيميا وكان عندها مرض السكري وعندها هشاشة في العظام، وكانت في اواخر الاربعينات. وهنا هنبتدي نخش عالم حتشبسوت.